وعلى ملعب الكلية الحربية بيتقابل الشقيقان المغرب، وعنده نقطة إن شاء الله تعود تلك الجماهير الغفيرة التي حملت راديو بهذا اللقاء، ونسعد جميعا بالفوز والثلاث نقاط بإذن الله. النهاردة بيمثل منتخب مصر عصام الحضري لحراسة المرمى، قدامه إبراهيم سعيد، محمد بركات، ووائل جمعة، وعبد الظاهر السقا، ومحمد عبد الوهاب خط الظهر. نص الملعب أحمد حسن ومحمد شوقي، وقدامهم محمد أبو تريكة. المجموعة الثالثة تونس 6 وغينيا مفاجأة الدورة حتى الآن 6 نقاط، وجنوب أفريقيا وزامبيا خرجوا. المجموعة الرابعة المقاتلة نيجيريا 6، غانا 3، السنغال 3، واللقاء الأخير طبعا سيكا وكوفي كريستيان وارونا. وادي اهو النجم بتاعهم، النجم نجم حتى وهو مصاب الصراحه. يعني الحكم اطلق زي ما عماد متعب وابو تريكه وميدو هم حلقات الخطوره، ايضا كوفي كريستيان مع ارونا مع كالو رقم 8 هم اللي عاملين خطوره. اذا الفريقين بيلعبوا شبه اسلوب واحد. ادي حسام حسن بيسخن، هنشوف هيلعب مكان مين وفكر حسن شحاته ايه، وان شاء الله عصام الحضري يقوم، لان عصام الحضري في احسن حالاته. يعني اللقطه اللي جابوها قبل كده وانا قلت ميدو بياخد تعليماته من حسن شحاته، انما يبدو ان هو قرب منه وقال له خلي بالك، دي الامانه بقى، يعني دي امانه لعيب واحد تاني، احنا كسبانين بقى، وممكن يعني العب كده على الواقف وتتخطف الكوره لدوموري رقم 17 ويعدي دوموري وياخد فاول من محمد شوقي. الراجل بيحط ايده في جيبه وانذار لمحمد شوقي. حظه وحش مع الحكام قوي، لانه بيسيب الراجل يعدي وبعدين يضغط عليه، ما بيضغطش عليه بالمواجهه. او شوف حضراتكم اهو بيخش طبعا فاول وانذار، او انذار في المباراه. محمد شوقي لعيب مجتهد متعادل كوت ديفوار بهدف لايمانويل. زي هنشوف مره ثانيه مسكوا مننا نص الملعب فتره وجات لهم اكتر من فرصه شالها عصام الحضري وخط الظهر، انما ارونا رقم 9 زي ما قلت لحضراتكم وتروح على طول لكريستيان وناحيه المفضله بتاعتهم، انما في ضغط وفاول وضربه حره مباشره على محمد شوقي. بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع، وفي انذار كده هنشوف ادى انذار لاول انذار لكوت ديفوار، ودي لقطه طبعا مش عشان الانذار، انما ايمانويل خد انذار لمنتخب مصر. نتمنى باذن الله تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب، السقا يلعبها مره ثانيه عاليه حسام حسن وتقع الكوره من ايد جون جاكو وتروح مره ثانيه لعبد الوهاب ورجليه جامده، عاوز الجون واقع لسه على الارض انما تروح الكره الفاي. وبدايه قويه جدا لمنتخب مصر زي البدايه بتاعت الشوط الاول، وارجو ان هي تستمر. حسام حسن وايمانويل تروح الكره على طول لكوني كواسي وواقع على الارض جون جاكو، وان شاء الله يقوم سليم. يعني برضو الروح الرياضيه لازم نقول كده، وينزل مكانه بوبكر باري. بوبكر باري او تغيير اضطراري من حسام حسن اهو الراجل، يعني لعل وعسى يكون بوبكر كده، يعني طبعا هيبقى اقل بكل الاحوال من جون جاكو. يحصل الهدف الثاني عشان نطمئن، والاعلام المصريه اترفعت مره اخرى في استاد القاهره بغزاره شديده جدا، واعتقد ان الساده المشاهدين طلع بره ابو تريكه خد له انذار اونطه كده قالوا ويطلع كوره بره ضربه مرمى. يا سلام يا عصام الحضري، النهارده نجم النجوم، احنا متقدمين 3 اهداف وعصام الحضري مقابل هدف، هو نجم المباراه. يعني معناه ان هم بنقابل خصم عنيد وقوي. اديله وهو بيجري، اديله وهو بيجري، وطلعوا اوف سايد، طلعوا اوف سايد، طلعوا اوف سايد، طلعوا اوف سايد. يا سقا
كان هو جاري صح قوي عماد متعب وعاوز التمرير، اشوف حضراتكم من دلوقتي كان يديله، انما على طول اداله بعد لما لمسها لمستين. فوز نستحق يعني كل حاجه. المباراه اديرت من خارج الملعب كويس، ضربه حره مباشره ومنطقه وعلى طول بتلعب الكوره توصل لنا. اهدى بقى اهدى بقى، ماشي يا سلام، مش اوفسايد، دي لعبتك دي لعبتك، ومش نقول لا، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن، لازم لو في رايه وصفاره لازم نلعب لعب تعاوني يا عماد. كان 3-1، تدرجت المباريات من ليبيا ثم المانيا مقابل هدف، وتتصدر مصر المجموعه الاولى لتقابل ثانيه المجموعه الثانيه ايا كان. شكرا لجماهير مصر، شكرا لمنتخب مصر، شكرا لجهاز الكره في مصر، شكرا للاعلام المصري، شكرا لكل الناس، شكرا لربنا. الحمد لله تقبل دعواتنا ولم يعني يعمل نوع من الحاجات العكسيه اللي كان يروح الجماهير دي زعلانه. الدعوات كلها دعوات المصريين تقبلها الله، والمنتخب الوطني عماد متعب صاحب الهدف الاول، شكرا لابو تريكة صاحب الهدف الثاني. Excuse me, Mr. Officer.